السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ومعاكم النهاردة في فيديو جديد. لو اتبقى منك، والله جايالك بحاجة جميلة قوي قوي قوي. لو اتبقى منك فراخ او من اولادك فراخ ما اكلوهاش وعندك في التلاجة وانت خايفة ترميها، ودلوقتي بقت كل حاجة غالية فحرام ان احنا نرمي اي حاجة. انا كان عندي شوية فراخ في التلاجة كانت مسلوقة ومتحمره عادي جدا جنب الاكل، وولادي ايه ما كملوهاش، اتبقى منها اهي وقطعتها كده. جيت وقطعتها بالسكينه، حتى بصي كنت ايه في منها زي متحمر، لان هي كانت يعني جاهزه على الاكل من كل حاجه. فدلوقتي اتبقت معايا في التلاجة، فقلت لا حرام، هعملها وصفه ان شاء الله تبقى جميله وهتعجبكم وهتعجب ايه الاولاد الصغيرين. ديت الفراخ انا جبتها وقطعتها قطع صغيره كده بالسكينه شبه الشاورما، ومعايا طماطميتين صغيرين، ومعايا فلفلتين مقطعهم برضو صغير، ومعايا بهارات، معايا ملح، فلفل، بابريكا، توم بودره وبصل بودره، بهارات فراخ، كركم. دي البهارات اللي انا هحطها عليها. تعالوا بينا بقى دلوقتي نشوف هنعملها ازاي ونستغل قطعة الفراخ اللي كانت متبقية معانا دي ازاي. اول حاجة معايا طاسة هي فيها شوية زيت، وهبدأ انزل الاول بالفلفل بحيث يتحمص كده شوية، يعني يدبل معايا حبة، وهنزل بعده بالطماطم. اقلبه شويه بس لحد ما يتحمص كده معايا ويدبل. وبعد ما الفلفل يعني استوى معايا شويه، نزلت بقى بالطماطم اللي انا كنت مقطعاها، وهبدا اقلبهم مع بعض كده عشان ياخدوا من طعم بعض، وبعدين هبدا انزل بعدها بالفراخ اهي. اهو الاتنين استووا مع بعض كده وخدوا من طعم بعض، هبدا انزل بقى عليهم بالفراخ اللي انا عندي مقطعاها اهي. شوفوا هنا القطع متحمره ازاي. وبعدين هجيب بقى البهارات اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، وهنزل بيها على الفراخ اهي، كل البهارات بتاعتنا اهي. هنبدا بقى نقلبهم مع بعض كده عشان كله ياخد من طعم بعض، والبهارات تختلط مع الفراخ ومع الطماطم بالفلفل، هيبقى طعمها على فكرة جميل جدا جدا جدا، ولادك هيحبوها اهي. تفضلي تقلبي فيها بقى لحد ما تبدأ تستوي مع بعض كلها اهي يا حبايب قلبي. بعد ما جاهزت واختلطت كلها مع بعض بقت جاهزه خلاص، بقت جاهزه معايا اهي. وانا جايبه عيش فينو وفتحاه، هعملها في سندوتشات ولا اي حاجه خالص، زيها زي الشاورما، وكانت حاجه انت هترميها مش هتستفيدي بيها. لا ده انت اعمليها لاولادك وقول لهم دي شاورما، وهيبقوا فرحانين بيها جدا، وهتبقى حاجه مختلفه بالنسبه لهم، بدل ما كنتي هترميها انت عملتي منها حاجه جميله قوي اهي. شوفي في السندوتش شكلها جميل ازاي اهي. ممكن بقى تحطي عليها كاتشب ومايونيز، يعني زي ما تحبي بقى. ممكن تعمليها برضو في عيش سوري، في العيش السوري اللي هو العيش الطويل السوري دوت، اللي بيتعمل على البوتاجاز برضو في الطاسة اهو. سهلة، ما خدتش مني وقت. لو جايلك ضيوف ولا حد جايلك على مفاجأة، ممكن تقومي تعملها له في عشاء او كده، تبقى حاجة جميلة جدا.
ومش هتتعبك ومش هتاخد منك اي وقت. وكده ابقى خلصت النهارده الحلقه. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رايكم فيها. وما تنسيش بقى قبل ما تقفلي تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعشان ده بيدعمني وبيخليني يشجعني اعمل حاجات اكتر واكتر. مع السلامه.